النهاردة أنا مش عارف أبتدي منين، بس أنا قررت أحكي الجزء التاني من قصة النداهة. لأول مرة يسمعني وما اتفرجش على الجزء الأول، يا ريتك دلوقتي تبص على الجزء الأول عشان تعرف الجزء التاني بيتكلم على إيه. من بعد الليلة اللي اختفى فيها عم رمضان، البلد كلها اتقلبت. الناس بقت تهمس في ودن بعضها، محدش بقى بينام ومفيش بيت إلا وبيسأل هو عم رمضان راح فين؟ هو عم رمضان ايه اللي حصل له؟ حتى الستات في البيوت ابتدوا يقفلوا الشبابيك وابتدوا ما يطلعوش عيالهم بره من بعد المغرب. حتى الرجالة بقت كبرهم العشاء في الشارع، وبقى كل واحد يخش بيته وما يقعدش مع حد من بعد العشاء من كتر الخوف اللي حصل في البلد بعد كده. هنا العمدة جمع الرجالة وقال لهم بكرة الفجر هننزل ندور عليه عند الترعة، بس ما حدش يطور. وفعلا تاني يوم طلع 5 رجالة، وهو عبد المقصود وسيد وعم حسين وعلي وجابر اللي هو الشاب الصغير، كلهم لابسين جلاليب وماسكين كشافات. والدنيا في الوقت ده كانت ضباب، وابتدوا يدوروا على عم رمضان. وساعتها وصلوا للترعة، والمية ساعتها كانت ساكنة بشكل يخوف، يعني كان في صوت رهيب في المية. حتى عبد المقصود شاور وقال انتوا شايفين دي ايه؟ دي طاقية رمضان. الكل ساعتها سكت، حتى الهوا وقف. الطاقية كانت بتطلع فوق المية وشكلها نضيف جدا، مش باين عليها انها قعدت كتير. هنا جابر حاول يطمنهم وقال لهم يمكن وقعت وهو بيروي الغيط، ما تكبروش الموضوع يا جماعة في ايه. لكن عم حسين رد وهو بيبص في المية وقال لهم يا ابني الطاقية ناشفة، يعني مرمية دلوقتي. هنا بقى لما فضلوا يدوروا وتعبوا رجعوا كلهم البيت، بس ما حدش نام الليلة خالص. الليل جه والهدوء نزل على البلد زي الكفن. وفي نص الليل مرات عم رمضان سمعت خبط على الباب، خبط هادي ومنتظم ورا بعض. قالت مين؟ ما لقيتش صوت. سكتت وبعد لحظة سمعت همسة ورا الباب، صوت واطي جدا وبيقول أنا رمضان أنا رمضان. راحت جريت على الباب فتحته بسرعة، بس ما لقيتش حد ولا أي حاجة غير أثر طين صغير رايح ناحية الترعة، يعني خطوات حد أكن كان دايس على الطينة ويخبط على الباب. وبعد كده الطين ده والعلامات متجهة للترعة. من الليلة دي بدأوا الناس يشوفوا خيال راجل ماشي في الغيط بالليل، نفس طول رمضان وهدومه، بس وشه مش باين. عبد المقصود بيحلف انه شافه وبيقول انا فضلت اندى عليه مردش عليا، وفضل ماشي كأنه مش شايفني. واللي اغرب من كده ان صوت الترعة اتغير، بقت المية تصدر صوت غريب كأنها بتغلي. وبيقولوا لك كانت بتيجي عليهم ايام بالليل بقوا بيسمعوا صوت ست بتغني بصوت حزين. هنا الناس بطلت تهرب عند الترعة بعد المغرب، حتى الأطفال ما بقتش تطلع تلعب زي الأول، والكلاب بطلت تعوي. وفي يوم كده وهو واحد من الفلاحين وهو بيروي الغيط شاف حاجة وسط الطين. لما الترعة نشفت شوية قرب منها ولقى كأن ايد بني آدم، ايد راجل مليانة طين وماسكة وردة، ووشه ساعتها كان ظاهر شوية ويشبه العم رمضان. الترعة دي بقى اتقفلت بعدها بأسبوع، وبقوا مسمينها لحد النهاردة ترعة النداهة. وفي معظم الليالي الناس في القرية بيقسموا انهم بيسمعوا صوت بيهمس وبيقول يا رمضان يا رمضان. ومن ساعتها ما بقاش حد يقرب نواحي الترعة المسكونة. وكده يبقى انا خلصت الجزء الثاني من قصة النداهة مع عم رمضان. ولو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت، ولو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناة. سلام. اسمعوا، كل واحد فينا لازم يدور على رمضان من ناحية. دي الطاقية دي شبه طاقيته يا ولد عمي.